مرحبا، كيفكم؟ اليوم رح نعمل مع بعض سندويشات مقرمشة. السندويشات هي قريشة وبصل أخضر وسندويشات محمرة بنلفهم على شكل سندويشات، لأن الأولاد بيرغبوا لهيك أكلات بشكل عام. لتحضيرها بناخد بصل أخضر بنقطعه بشكل ناعم، وبناخد قريشة بنضيف لها دبس فليفلي وملح وزيت، وكل ما كترنا الدبس والزيت بتكون أطيب. بنحركهم كتير منيح مع بعض، وبعدها بنحط فوق البصل الأخضر بنحركهم كتير منيح وبنحطها على جنب. هلا السندويشات او حشوة السندويشات الاولى جاهزة معنا. هلا للحشوة الثانية باخد بصلي حجم وسط تقريبا، بقطعها بشكل ناعم وبحطها لحتى احمسها على الغاز مع شوية زيت. لبين ما تدبل معي بكون قطعت شوية بندورة بشكل كمان مكعبات صغيرة، وبعدين بنزلهم فوق البصلي لحتى تستوي البندورة او تدبل. وبضيف بقى ملح، انا ضفت ملح وشطة فلفلة حمرا شطة. بقى انتو اذا بتحبوا انواع تانية بهارات بتقدروا تضيفوا، ما في مشكلة حسب الرغبة بقى. ضفت هون اخر شي دبس رمان وطفيت تحتها. طبعا قد ما حطينا دبس رمان فهو اطيب. هلا بقى نبلش بلف السندويشات. بنفرد شوي من المحمرة على رغيف الخبز، وهون حطيت عيتون، طبعا شلت البذر منه وحطيت عيتون، وبنقدر نعملها بزيتون حسب بقى الرغبة وحسب اولادكم شو بيحبوا. وهون عم لف القريشة، بلفها بهذا الشكل بحيث اني اقدر امرها على الزيت او بالصينية بشكل مريح، انه اقلبها بشكل مريح. هلا حطيت بصينية الفرن بعد ما خلصت لف كل سندويشاتي، حطيت بصينية الفرن شوية زيت قلي وبقلبهم لحتى يحمروا من الجهتين. طبعا النار بتكون واطية، بوطي النار تحتهم مشان ما ينحرقوا معي. هلا بس تأمروا كلهم بشيلهم برفعهم على الصحن. طعمة بتطلع كتير طيبة، من برا بتلاقيهم مقرمشات ومن جوا بيكونوا طرايا. الولاد بيحبوهم والكبار بيحبوهم، وطريقتهم سهلة وما بدها وقت كتير كبير، وشي ظريف انه مفيد للولاد. القريشة البندورة البصل كله مفيد للولاد. ان شاء الله تعجبكم وبتمنى تجربوها لاولادكم. وبحب اذكركم انه انا ماني شيف، بس بحب الطبخ كتير، ولهيك جود من الموجود.